يا حارة للوفخ لدي شريكي الله بأهلك وأرضك غنيكي وبعده موقعك الفي بيزرع ما بين الناس والقيمة عطيه عجنبك شعب سني ما بزعزع عجنبك شعب كرزي ما اذيكي عجنبك شعب نصراني مرصع عجنبك شعب شيعي بيسنديكي القلب بضخ الدم بجسم اروع وانتي كل شخص فينا لقيكي مثل صمام قلب بهيك موقع وشرايينك عم يضخ ومحبي على ضياع اللي موصولين فيه. أهلي أحبائي أصدقائي من حديقة بلدتنا العامقة بروح الألفة والمحبة أتمنى لكم أمسية طيبة ودافئة وصحة وهنا على قلوبكم جميعا. عونا وسندا في تنظيم هذا الحدث الذي يجسد روح البلدة وتعاون أهلها. إنه الرجل الذي يقدم الكثير من قلبه من وقته ومن حرصه على نجاح كل مبادرة تجمع أبناء البلدة على الخير والمحبة. لرئيس بلديتنا الذي كان شريكا فعليا في إنجاح هذا العشاء الكروي بدعمه وتواجده ومتابعته المستمرة نوجه كل كلمات المحبة. نشكركم على عطائكم ونرحب بكم الآن لإلقاء كلمتكم فلتتفضلوا مشكورين. إن حارة صيدا هي القلب، وهذا القلب لا يكتمل نبضه إلا بالجسد الذي يحيط به من مدينة صيدا لشرقها، يعني لشرقها صلى على الإمام نبلش معانا الدرب، القرية، طنبوريت، عبرة، فرشتال رح تزعل، يعني مجد اليوم، لجميع القرى والبلدات في قضائها لجنوبها الحبيب. نحن وإياكم نسيج واحد، عائلة واحدة، نعيش معا الفرح والشدة ونبقى دائما متشابكي الأيدي والقلوب. أهلي في بلدة الكريمة، أنتم الزاد الحقيقي لهذه البلدة، أنتم الكرامة والطيبة والوفاء. في وجوهكم أرى أصالة التاريخ، وفي قلوبكم أجد المحبة التي لا تنضب. أنتم الذين حميتم البلدة في الشدائد وصنتم تنوعها وتكاتفها، وفتحتم بيوتكم وقلوبكم لكل جار وأخ وقريب. إنما يميز هذه البلدة الكريمة حارة صيدا ليست حجارتها ولا طرقاتها، بل أنتم أهلها الطيبون الذين جعلوا منها بلدة نابضة بالحياة، راسخة في الوطنية، صلبة في مواجهة التحديات، وعنوانا للوحدة والتراقي. أيها الأحبة، لقد مرت علينا سنوات صعبة فرقتنا الظروف فيها، لكن إرادتنا اليوم أقوى من كل العواصف. نعود لنجتمع من جديد لنؤكد أن الأمل لا ينكسر وأن إرادة الحياة لا تموت. وأقول وهنا أستذكر ما قاله سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر: الطوائف نعمة والطائفية نقمة. هذه الكلمات لم تكن يوما مجرد أقوال، بل صارت نهجا نتمسك به، لأننا في حارة صيدا ومع بلدات الجوار نؤمن أن العيش المشترك ليس شعارا نرفعه، بل هو فعل حياة ورسالة وطنية
وإنسانية تحفظ كرامتنا جميعا. أهل الكرام، حارة صيدا القلب النابض ومعها بلدات الجوار الجسد الواحد ستبقى عنوانا للبنان العيش المشترك، لبنان المحبة والوحدة الوطنية الذي نحلم به جميعا. عشتم، عاشت حارة صيدا، عاش بلدات الجوار، عاش لبنان. التعايش عطرابك فوق زهر ودلق عطر الثقافي والحضارة، العيش المشترك فيكي بيظهر بوجوه مشعشعة مثل المنار. الرئيس مصطفى الزين الموقر من بو مصطفى اخذ جسارة. الرئيس مصطفى الكنز المجوهر، رمز المكرمة ورمز الشطارة. الرئيس مصطفى عليكي بيسهر تتبقي حصرني بعين الغيارة. ويا حارة رح بقلك عن مكبر، بفضل الرئيس بتبقي نموذج تعايش بين اسلام ونصارى.